الفلفل بتاعنا اللي احنا خللناه مخمور. والله الكاميرا ظلمه يا جماعه، هو لونه اصفر جميل وحلو. شوفوا الكاميرا ظبطناها تمام. ورق الغار او ورق اللورة، التوم اللي احنا كنا حاطينه ماشي. طبعا مفيش ريحه توم. الليمون استوى جميل ازاي وزي ما هو بحاله بجد بجد. الطبق انا فضيته من البرطمان عشان اوريهولكم بعد ما تخلل بالشكل والجمال الحلاوه دي. طب عايزين تعرفوا ان احنا وصلنا للفكره دي ازاي وعملناه المخلل المخمور ازاي من غير ميه؟ يلا بينا ندخل الفيديو. ما تنسوش تحطوا اللايك. يلا بينا وسموا بسم الله وقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب. طبعا احنا هنا شلنا الام بتاع الفلفله او الشطيطه زي ما بيسموها في بلادكم، بس دي حاميه موت حاميه نار. تمام تمام. هنا بقى نقيت الفلفله اللي هي محمره عشان اعملها ايه هريسه. طبعا لو حابه تحطها في المش بتبقى تحفه تمام. ولو سبتها كمان يومين هتحمر. بص المنظر اهوت تبدا تحمر. تمام تمام. يلا بينا نشوف الفلفله بتاعتنا هنعمل فيها ايه. طب معاها حاجه تانية؟ ايوه يلا بينا يلا بينا. طبعا ده تنظيف الفلفله. شيل اللي منها لان ده لقيته مش حلو ما تحطلوش كده رميته زي ما شايفين كده. جبنا الليمون بقى اهو زي ما انتم شايفين دولت ايه 2 كيلو ليمون. هنعصر نصه ونعمل نصه شرايح نحطها مع الفلفل. لو في زيتون بتحطيه، مفيش بتبقى نخمر الفلفل ده بيبقى جميل قوي قوي وما يكون مخمور بقى بالزيت الزيتون والملح والليمون والثوم واللورا والحاجات دي بيبقى تحفه بجد. طلعي تحطيه كده كمقبلات كده جنب الاكل. طبعا وانتم شايفين كده بنجيب الليمونه، بس طبعا بنعملها على كده خلي بالك على ايديكي طبعا. بالشكل ده كده هنعمل الليمون اللي معانا كلته ونشوفه. كده قطعنا الليمون شرايح. بقى ممكن تقطعيه شرايح تقطعيه فصوص تمام زي ما تحبي. في عندك كده وفي كده اللي يريحك اعملي واللي تمشي معاه براحتك. تمام
طبعا انا معايا العصاره دي، ممكن تضربي في الخلاط وممكن تعملي اللي انت عايزه. عندك عصاره تانية اي حاجه ماشي. انا عندي اللي بالكهرباء بس مش مطلعاها دلوقتي. هعصر على دي. هنشوف العصير بتاع الليمون. تمام بالشكل ده كده. دي كوبايه عصير الليمون، منها كوبايه ومنها عصاره، بس جميل قوي قوي لليمون والبرتقال. انا ضربته عصرت كده دولت 5 ليمونات، ما جابوش حاجه. تمام. فانا هضربه في الخلاط، نفرمه في الخلاط ونشوف. كده بقى اهو. كده بقى عصرنا الليمون ماشي. عصرنا كيلو الا ربع كده ليمون. الليمون دلوقتي اخضر زي ما انتم شايفين كده بالمنظر ده. ف يعني ايه، ما ينفعش يطلع ميه اكتر من كده. تمام. طبعا كده الليمون اهوت معانا يعني 6 7 فصوص توم صغيرين، لو كبير ممكن تحط 5 فصوص توم بس. الملح، ورق اللورة او ورق الغار زي ما بيسموه عندكم، ونخلطه بقى ونحطه في البرطمان. في حاجة بس هوريها لكم. هناخد خلة كده. تمام. هنمسك التوم، يعني هنعمل ايه خرمين 2 بس كده او 3 بالشكل ده كده. حابة تشقيها ماشي عادي. نعم حاضر يا بيضة. بس بالمنظر ده كده شايفين بالمنظر ده كده اهي. عايزة تشقيها كده شقيها، مش عايزة تشقيها هي الخلة بتغني. ليه؟ لان هي الخلة اهي زي ما انتم شايفين كده الشكل ده اهو. تطلع بس يعني ريحة بس كده، بتدي طعم وريحة حلوة وبتخلي الفلفل بتاعنا حلو. طبعا هنا حطينا الفلفل ماشي. نحط ورقتين لورا، نحط ليمون، نحط فصين توم. تمام. نحط رشة الملح، ممكن تخلطي الملح عليه كله وبعدين توم ايه معبياه حطاه في البرطمان. حاجه ترجع لراحتك برضه في كلا الحالات يعني. تمام. بس والله طعمه بيبقى تحفه. كده خلصنا الكميه كلها زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. البرطمان بتاعنا اهوت. طبعا الملح يبقى خفيف لان ده فلفل. اتبقى معانا هنا معلقتين 2 ملح، احنا ما خدناش الا 4 معالق ملح. تمام. كده هنحط بقى ايه عصير الليمون. شايفين عصير الليمون مركز ازاي؟ مركز مركز يعني. تمام. بالشكل ده كده. تمام 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 يا استاذ. لو جربتها بالطريقه بتاعتي والله هتبقى جميله وتقعد معاكم من السنه للسنه واكتر من السنه كمان. هنحط بقى 3 4 معالق زيت كده عشان التغليفه كده للوش. تمام بالشكل ده كده. خلي بالك ده من جوه مش من بره، يعني الزيت والعصير الليمون بينزل تحت ازاي اهو بالشكل ده كده. هنشوف بقى لما نفتح عليه ونشوف. يعني بصوا انا اللي بتكه مفيش مكان، يعني انا ضغطه ضغطه ضغطه. بصوا المنظر انا بضغط جامد اهوت مفيش مكان كده. تمام كده افضل. تقفلي عليه كويس وتسيبيه يعيش معاكي يعني مده بالشكل ده كده. اما نيجي نفتح عليه بقى نشوفه مع بعض. يلا نشوف الشوك على خير. فيديو جديد مع فاطمه الجندي. كان بقى الفلفل بتاعنا بعد ما تخلل ماشي اهوت. وحابه ان انت تحتفظي بيه رمضان، على فكره بيقعد من السنه للسنه. شوفوا ناشفه اهي، يعني بصوا المنظر هي متخلله. شوفوا انا بكسرها ما بتتكسرش. تمام. يعني ايه؟ يعني مش مايره. تمام بالشكل ده كده جامده. تمام. ده المخلل بتاعنا بتاع الفلفل. لو انت بتعمليه زي كده او اول مره تشوفوا الطريقه دي يا ريت تكتبي لي
واشوف وشكم على خير فيديو جديد مع فاطمه الجندي. تنسوش اللايك اللايك اللايك. الله يرضى عليكم، وكلمه حلوه من عندك، وقول لي بتابعيني منين. فاطمه الجندي.